صلاة ليلة 26 من شهر شعبان، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الجمعة. ولذلك يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ما مضمون حديثه، يقول: من صلى صلاة ليلة 26 من شهر شعبان فقط اسمع ثواب هذه الصلاة. يقول صلى الله عليه وآله: عافاه الله تعالى من آفات الدنيا والآخرة، واعطاه الله تعالى 6 أنوار يوم القيامة من صلى صلاة ليلة 26 من شهر شعبان. وبالإمكان أن تبعث ثواب هذه الصلاة إلى أرواح موتاكم جميعا، فإنها أعظم هدية. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 10 ركعات، يعني مثل صلاة الصبح 5 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، والآية 285 والآية 286 من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 10 مرات. أكرر: الصلاة 10 ركعات، يعني مثل صلاة الصبح 5 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، والآية 285 والآية 286 من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، تقرأها 10 مرات. ومن لم يحفظ هاتين الآيتين بالإمكان أن يقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف، وهو بالصلاة ماكو إشكال. وكذلك بالإمكان أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح قد 5 مرات،